واحدة بتقول أسرة ارتد الزوج وتركها ومات، وطلبت أسرته التي تمسكت بالمسيحية من الكاهن الحضور للعزاء أو الصلاة فرفض. فهل الأسرة المجروحة من الزوج لا يقدم لها العزاء؟ هو هناك فرق بين أمرين: تقديم العزاء من جهة، وإدخال المرحوم في الفردوس من جهة أخرى. واخدين بالكم؟ يعني كون إن واحدة مات زوجها يجي يعزوها دي ممكنة، لكن يعزوها بأنهم يقولوا لها لا ده المرحوم دلوقتي في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودلوقتي في فردوس النعيم وفي الموضع الذي هرب حاضر وفي الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد وفي نور قديسيه، ده كلام ممكن ان يجي يعزيها. واذا بكت على مصير زوجها يقول لها مين عارف، مش جايز يكون تاب في اخر يوم من ايام حياته وهو قصاد مراحم الله، واحنا نصلي انه يكون تاب. اهو بالشكل ده لا يكون خدعها ولا يعني افقدها الرجاء. ها؟ نعم، اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم. اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم. اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم، وخصوصا مسألة الزوج معروفة، فيعني احنا نصلي في السر. على اعتبار انه جايز يكون تاب في اخر ايام، مين عارف. لا تلاعب ليه؟ ما هو جايز يكون، معلش، لكن الكنيسة ما تصليش عليه. لكن مع ذلك طب انت شخصيا امامك امرين: انه يكون تاب او ما تابش، ممكن ولا لا؟ هل تنكر تماما امكانية انه يكون تاب في اخر ايامه؟ معلش، لا خد حل ولا خد تناول، لكن متروك امام رحمة الله وخلاص. لكن احنا ما عندناش مانع ان يكون في امل، لكن الكنيسة طقسيا لا تسمح بالصلاة عليه. لكن الكنيسة طقسيا لا تسمح بالصلاة عليه. لكن الكنيسة طقسيا لا تسمح بالصلاة عليه. اصل عدم وجود امل خالص بيتعب. وبعدين عارف بيحصل ايه؟ اقول لك بيحصل ايه. ده بيحصل ساعات الكنيسة ترفض طبعا، فيقابلوها الكاثوليك ويقولوا ما فيش مانع عندنا ان احنا نصلي على الراجل والعيلة كلها تبقى كاثوليك. لكن الواحد يمسك الحكاية كده باسلوب هادي يعني.